لهكذا وفي هذه المناسبة الجميلة أيضا حابين أنك تعطينا الكثير من قصائدك، ولكن أنت قلت تحت الهواء محضر قصيدة للأسف لما حدث في لحق بتحديد قاعدة العند الذي بالفعل ألم عصر قلوب الجميع للأسف الشديد. فإيش كتبت لهذا الحدث الأليم؟ وكلمة توجهها بحول هذا الموضوع، تعليقك ورأيك حول ما حدث في قاعدة والله ما حدث كان دامي وجريمة بشعة كاملة الأركان. هذه الجريمة تبكيها القلوب قبل الحناجر، وتحرق الصدور قبل الجباه. ماذا أقول وماذا أعبر؟ كل المفردات تعجز عن التعبير، لذلك سأختار الشعر أن يعبر ما حصل. وطالما أن أكثر الشهداء كانوا من لحج وأبين، فذلك وجهت الرثاء للحج وأبين والجنوب عامة ولكل جندي استشهد في هذا الحدث الإجرامي. قال ابن حزام جيتك يا صناديد العند، قال ابن حزام جيتك يا صناديد العند، أشتكي مر الجريمة واشتكي مر الجراح. أنا وقهر قلبي قد رحل كم من أسد، قد رحل بعد الجريمة الدامية ذاك الصباح. قال ابن حزام دمعي قطع أعضاء الجسد، آحنا وويح حالي آحنا مليون آحنا وأنا أشاهد جيشنا حامي البلد قد حرق معظم أسوده بعد ذاك الاجتياح. شاهد الإجرام شاهد يا تحالف يا سند، شاهد الإجرام شاهد يا سندنا والسلاح. كم لنا وإحنا ننادي بس ما يسمع أحد، كم لنا وإحنا نعاني والكفن أصبح وشاح. يا تحالف اسمعوا منا العهد، إننا والله معاكم فاسمعوها قم مقاح. ما نريد التمر لا ما نبغى صيد وثمد، الجنوب الحر يبغى دعم بانواع السلاح، الجنوب الحر يبغى دعم بانواع السلاح. ادعمونا بشي رادع يردع برقعة أشد، لا متى وإحنا نعاني من صواريخ الرباح. يا تحالف افزعوا هاتوا المدد، زودونا بالصواريخ الصحاح كي ندق عرش المجوسي بالمشهر والفهد. يا تحالف صاح صوت الحق صاح، يا تحالف صاح صوت الحق صاح. من بعد هذه الجريمة صاح قلبي والكبد، لا متى والشعب يضرب بالعواصف والرياح. يا تحالف واجب توفوا العهد، لا متى قولوا إلى ما وانا دمي واستباح. قال ابن حزام بشرح للملا عما وجد، واجعل الجمهور يسمع صوت صرخات النواح. وانا قادم في طريقي من لحق شفت الرعد، شفت صرخات اليتامى يذبح الكون انذباح. شفت طفلة في طريقي ماسكه باقة ورد ثوبها له لون أسود منها شفت طفلة في طريقي ماسكه باقة ورد ثوبها له لون أسود منها عطر الحزن فاح. خاطبتني يا محمد شوف بابا قد بعد، شوف بابا يا محمد راح بابا اليوم راح. كيف قل لي يا محمد عيشنا بعده يعد، كيف قل لي يا محمد عيشنا بعده يعد، كيف قل لي يا محمد بعد أهنا بالنجاح. أنت تدري يا محمد إن أبي الثائر صمد، كان في الجبهات بابا كالأسد رأس الضياح. للجنوب الحر قدم في عتاده والعتد، ذوق الغازي مجازر دامية في كل ساح. بعدها من دون مشعر شفت جسمي يرتعد وأنا أشوف الورد يسقط من أياديها السماح. صح لون الورد أحمر بس شفته قد سود، صح لون الورد أحمر بس شفته قد سود، صح لون الورد أحمر بس شفته قد سود. قلت مال الورد ماله وش جراله يا سماح. جاوبتني بصوت كنه نار وعصار وبرد، خاطبتني الورد عذب مثل ما عذب رباح. شوف لاحظ يا محمد جسم بابا قد صلب، هل يظن الموت الأحمر إن بابا قد راح بابا بالجحيم المستبد. راح وانزادت دموعي طاح دمع العين طاح. بعدها قابلت جاهل شفت طفله أو ولد، المهم ما قدرت أميز من سبب عمق الجراح. وأنا شاهد في عيوني يدهم تقبض بيد، كلهم نحو المقابر يذهبوا مثل الرماح، كلهم نحو المقابر يذهبوا نحو الرماح. صوتهم قد كان بابا عود عد، بيتنا والله بدونك يسكنه جن وشباح. بعدها انهد حيلي يوم خاطبني حمد، يوم شفت البنت سلوى هي هو الطفلة صباح. دمعهم يشوي الحناجر يدعوا الفرد الصمد أن يرحم ذاك أخوهم دي يسمونه فلاح. عندها قررت أمشي وادعو الواحد أحد أن يصبر كل أسرة انكسر فيها جناح. بس فجأة دون مشعر شفت أشياء لا تعد، شفت أشياء موتتني سببت لي الانطراح. شفت أبين جت أمامي مثل ما سيل الزبد، شفتها بالحزن تحرق
حرق ما فاده لقاح، شفتها كالذيب يعوي بل بتسأر كالأسد، شفتها تسهل صهيل الخيل في كل البطاح. قالت ابني يا محمد اشتوى برض العند، قالت ابني يا محمد في العند دمه يباح. كيف بشكي كيف ببكي والجسد ما في جسد، ما تبقت غير فحمة كأنها فحمة لواح. عندها وقفت ثابت، عندها وقفت ثابت، عندها وقفت ثابت، واقف بحال استعد أصرخ بصوتي ونادي يا صناديد الكفاح. ثاركم واجب علينا نأخذه في يوم غد، ثاركم والله مسيبه، ثاركم ما به مزاح. يا الجنوب الحر لطفا اسمعي هذا العهد، اسمعي أبيات شاعر من كسر منه جناح. لو نقطع 100 قطعة والله الواحد أحد، إننا نفدي ترابك من كرش لما سناح، وإننا كلنا نأجلك للأبيه للأبد. بالدماء والروح نبدي في ميادين الكفاح، بالدماء والروح نبدي في ميادين الكفاح. محمد قرح الكلمات وصدق المعاني، مش قادرين عاد نتكلم. كلمات وصلت من قلب مجروح فعلا إلى قلب كل مجروح في هذا الوطن الجنوبي، ولكل طفل فعلا للأسف فقد أغلى ما يملك في هذه الحياة بسبب هذه الحروب للأسف الشديد. عجزنا، مش قادرين عاد نتكلم يا محمد بأبياتك الجميلة الترتنة كلمات وتحمل الكثير من الآلام والمصاعب. ذكرت الطفل وذكرت أيضا الأم، كل ما سقطوا شهداء في الحادثة الأليمة هذه. نسأل الله السلامة للجميع الجرحى وأيضا الرحمة لكل الضحايا اللي سقطت هناك. إذا استطعت محمد صراحة بهذه الكلمات المعبرة بهذه المعاني الرائعة بهذه الطريقة وبهذه الإلقاء، استطعت أنك فعلا تثبت للجميع أنه فعلا القلب المجروح من شاعر الشهداء فعلا يشعر ويتألم بكل ما يحدث على أرض الجنوب، ويتمنى فعلا الأمور أنها تعدي وتكون بأكثر خير إن شاء الله. إن شاء الله. إذا